الريال من جديد بطلا لأوروبا للمرة 11 في تاريخه. ريال مدريد أحرز اللقب على حساب أتلتيكو هذا المساء بأتلتيكو مدريد بركلات الترجيح. ومعنا نزار النور للحديث عن هذا الخبر. إذن نزار، فوز تاريخي لا شك لريال مدريد، أيضا فوز هام جدا لزين الدين زيدان. صحيح. إذن زين الدين زيدان هو الشخص السابع الذي يتوج كلاعب ثم مدرب مع فريقه. يعني ريال مدريد كان قد توج باللقب مع ريال زين الدين زيدان عام 2002، وها هو يتوج مع زين الدين زيدان 2016 باللقب كمدرب. هناك سبقوه 6 أشخاص، هناك أيضا ميغيل منويز مع ريال مدريد، وجوفاني تراباتوني، ويوان كرويف، وكارلو أنشيلوتي، وفرانك ريكارد، وغوارديولا. استطاعوا جميعهم أن يتوجوا كلاعبين وأيضا كمدربين. اليوم زين الدين زيدان دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن توج باللقب 11. كان قد توج كمساعد مدرب مع كارلو أنشيلوتي قبل عامين 2014 على حساب أتلتيكو مدريد على الخصوص في البرتغال. ها هو يتوج كمدرب الآن مع الريال. نتذكر جيدا أنه كان مساعد المدرب في ذلك الوقت، توج بالديسيما، الآن أنديسيما، وهو اللقب 11 كما نعرف باللغة الإسبانية. معنى ذلك أن ريال مدريد دخل إلى التاريخ من أوسع أبوابه باللقب 11، وقد يكون من الصعب للفرق الأخرى التتويج بلقب 11. نذكر فقط بالمباراة أن المباراة انتهت بالتعادل بهدف في كل مرمى. في الدقيقة 15 سجل سيرجيو راموس الهدف الأول لريال مدريد، واستطاع إذن كاراسكو الدولي، يعني كاراسكو الدولي البلجيكي، من إحراز التعادل في الدقيقة 79 قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. ولجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل، ثم لجأ إلى الضربات الترجيح التي لم تأتي لمصلحة أتلتيكو مدريد، وسجل لوكاس فاسكيز ومارسيلو وغاريث بيل وسيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو. وبالنسبة لأتلتيكو مدريد سجل أنطوان غريزمان وغابي وسيول نيغويز وخوان فران. أضاع بالكرة التي اصطدمت في العارضة، إذن العارضة اليمنى لحارس ريال مدريد. لقب مستحق لريال مدريد إذن بعد هذه المباراة الكبيرة. كنا نتمنى أن نشاهد على الأقل مزيد من الإثارة في المباراة. المباراة بدأت بصورة بطيئة، وعقب ذلك استطاع الفريقان أن يسرعان من إيقاعهما بعد أن وصلوا إلى الدقائق الحاسمة في المباراة، وتم تسجيل هدف في كل مرمى إذن في هذا الوقت الأصلي قبل أن يلجأ إلى وقت الإضافي وضربات الترجيح الكوزيت. شكرا نزار. وبهذا ننهي نشرتنا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.